بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في لقاء متجدد من برنامج قوارير. في كتاب 7 عادات للناس الأكثر فاعلية لستيفن كوفي، عرف فيه الوعي الذاتي بأنه القدرة على التفكير في عملية التفكير نفسها، بمعنى إن الإنسان بيقدر يفكر في طريقة تفكيره نفسها. بعض الناس هتحس إن الأمر معقد شوية ومحتاج تفسير. رجع وقال تاني: هذا ما يميز الإنسان عن الحيوان ويجعلنا نتعلم ونرتقي ونبني عادات ونقلع عن عادات أخرى. طيب، كلية هارفارد للطب اتكلمت عن الوعي الذاتي وقالت عنه ايه؟ قالت انه التناغم العاطفي، وان المرء بيفهم من هو وماذا يريد وكيف يشعر ولماذا يقوم بالأمور التي يقوم بها، وذلك عبر فهم أفكاره ومشاعره وقيمته ومعتقداته وأفعاله وأيضا احتياجاته. بعض الناس ممكن تكون فاهمة يعني إيه الوعي الذاتي بنفسه، والبعض الآخر لسه إلى الآن مش فاهم، ولكن لابد إن احنا كلنا نفهم يعني إيه أصلا الوعي الذاتي. ليه؟ لأن الحقيقة إن وعينا بذاتنا هو الخطوة الأولى في أي علاج نفسي حقيقي وفي أي تغيير في حياتنا عموما. ولكن يبقى السؤال زي ما قلت في الأول اللي بيطرح من الكتير: كيف أشعر بوعي الذاتي وأعمل على تطويره؟ وما هي العوامل التي تساعدني على تطوير ذاتي؟ للإجابة على هذا السؤال والعديد من الأسئلة الخاصة بالوعي الذاتي وأثره في حياتنا هتكون حلقة قوارير اليوم بإذن الله تعالى مع الأستاذة سعدية طاهر صنقور، مستشار أسري وتربوي وماستر كوتش. السلام عليكم أستاذة سعدية، وأهلا ومرحبا بحضرتك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم أهلا الله وسهلا. جميعا، وبارك الله فيكم وفي جميع الطاقم. اهلا وسهلا بحضرتك وبارك الله فيكم. الحقيقه يا استاذه سعديه، زي ما اتكلمت الاول في تعريفات للوعي الذاتي سواء لستيفن كوفي او لهارفارد للطب، لاول وهله كده بنشعر ان التعريفات دي معقده وصعب على اي حد انه يفهمها. احنا عايزين من حضرتك تعريف بسيط او شرح للتعريفات دي للوعي الذاتي علشان الجميع يفهم ما هو الوعي الذاتي. بسم الله نبدأ. بتسهيل زي ما قلتي، كلمة الوعي كلمة كبيرة، ولكن الوعي باختصار هو الانتباه. مم. مجرد ما الإنسان بينتبه إذن هو وعى أي شيء. هذا الانتباه يكون بشكل طبيعي لا إرادي عند الإنسان، وأحيانا يكون لا إرادي، ولكن الإنسان ينتبه دائما إلى ما يهمه وما يدركه. أحيانا يهمه بإحساسه، وأحيانا يهمه مشاعره فقط أو أشياء ملموسة. وهو مم. كل ما انتبهت لشيء يهمك، هذا هو الوعي، مم. أن تمام جدا. تدركه. نعم. اه الوعي ده المفروض ان هو يكون موجود عند كل الناس، تنتبه لذاتها، تنتبه لقدراتها، لمواهبها، لأي حاجة في حياتها، ولا في ناس ممكن تبقى عايشة كده حياتها بدون ما تنتبه لأي شيء والأمور عندها في غاية من البساطة أو من عدم الاهتمام نقدر نقول؟ هي نعم، عدم اهتمام. الاهتمام أو الانتباه هذا والوعي لابد لكل الناس. مم. من أول ما يولد البشر ينتبه، ونجد هذا الشيء عند الطفل أول ما يخرج من بطن والدته، مم. فيبدأ بالبكاء لانتباهه لما تأثر فيه من الجو المحيط الخارجي. مم. وكذلك حتى يكبر وانتقاله من مرحلة لمرحلة، فهو بينتبه للي حوالينه وبيعمل تصرفات وسلوكات لهذا الانتباه اللي حصل. هذا الوعي. عرف إنه لما بيبكي الأم بتنتبه وبتجيله، عرف لما يجوع لازم يبكي فالأم يجيله الأكل. بكل الطرق هذه، بكل الملاحظات اللي بينتبهها. إذا الطفل من صغره، من يوم ما يولد منتبه. لماذا الكبار ما بينتبهوا؟ إذا مم. الانتباه في حالة إرادية ولا إرادية وتلقائية، أو مم. الوعي عموما.
تمام هذه جدا. هي أنواعه. لما مم. نقول نعم اه الوعي يكون يعني إرادي، يعني معنى أنت كده يا أستاذة بمزاجك سعدية إن بتنتبهي لهذا الوعي الشيء. الوعي الذاتي له أنواع متعددة، ما هوش جملة فقط بنتكلم فيها عن الوعي الذاتي وهو انتباه لما يحدث حولنا أو الانتباه لقدراتنا، لكن لا، له أكتر من نوع. وبالتالي حضرتك هتاخدينا نقطة مهمة جدا في تحديد الأنواع، ما هي أنواع الوعي الذاتي وطريقة تعاملنا أصلا مع كل نوع. نعم، آه، سؤالك هذا بياخذنا في الأصل لمعرفة ما هي الذات، ما هو النفس أصلا. هذه النفس البشرية في الأصل الله عز وجل كرمها بنفخ الروح فيها. والله عز وجل عندما كرمنا بهذا الشيء أعطانا ما لم يعطه لأحد من الخلائق. أعطانا العقل حتى نميز ونفكر فيما يصلح لهذه البشرية إلى ما يؤدي بها في الآخرة. يعني مش حياة همل زي ما بتقولي. لما تكلمنا على أنواع الوعي الإرادي والتلقائي، الكل منتبه، كل الحيوانات منتبهة، كل الخلائق منتبهة. لكن الإنسان يفرق لأنه سيتعدى منه إلى سلوك، إلى تطوير، إلى إصلاح نفسه حتى يصل إلى ما أمر الله عز وجل فيه لأصل الحياة وهي العبودية. مم. فلما نرجع ثاني للنفس، هذه النفس البشرية إيش اللي بيأثر فيها؟ طب إيش اللي ممكن أنا أسويه في ذاتي هذه، أو بماذا أتحكم ومن هي التي أتصرف معها؟ نجد إنه النفس هذه كذلك، هذه الروح تأتي في النفس وتأتي في العقل وتأتي في القلب. النفس دائما ما تطلب وتشتهي أشياء صحيحة وأشياء خاطئة على حسب ما تربيها وتهذبها. مم. ولكن العقل هو المدرك دائما، هو الموجه الصحيح للأمور على حسب القوانين أو القواعد والمعتقدات التي نشأت عليها، والبيئة سواء كانت إسلامية أو غير إسلامية، أو قوانين الأسرة، مش الأعراف التي أنت فيها. مم. فعقلك سيحكمك ويوجهك، على عكس النفس الذي تطلب أشياء ممكن غير صحيحة. مم. ونأتي أخيرا للقلب. والقلب إحنا عندنا في الدين الإسلامي هو وعاء للنفس وللعقل، مم. كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث شق صدر الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة وإخراج والسلام. قلبه وغسله. فلماذا أخرج القلب؟ لماذا غسل؟ لأنه هو المصدر وهو المتحكم وهو الوعاء. ولو كان كما يقول الغرب أنه الدماغ هو الوعاء، لكان الله عز وجل وهو الأولى والأعلم بهذه الأمور شق دماغ الرسول صلى الله عليه وسلم وأخرجه وغسله. ولكن الحكمة كانت في موضوع القلب، لأنه في القلب إما يميل لهذا أو لهذا، وإحنا نريد توجيه العقل بإدراكه لتوجيه هذه النفس. لماذا مم. نقول إنه النفس تحب كثير أو تشتهي كثير أو تصنع وتأمر بما لا تطيقه البشرية؟ أحيانا نجدها تقلق في أمور لا داعي للقلق، وأحيانا مم. نحزن لأمور لا تستحب أو لا تستجيب الحزن. مم. كذلك يعني في مواقف معينة، نعم، النفس تشتهي. يعني مثلا في الصيام، كطفل نربيه على الصيام، نجد أن الطفل وهو في السابعة أو الثامنة من عمره يشتهي الطعام ولا يستطيع الصبر، مم. لأنه نفسه اشتهت. هذه هي النفس. بالظبط. من الذي سيحكمها؟ العقل الذي على الدين الإسلامي ولا على العرف والتقاليد، أنك أنت تربي الآن ستصوم مثلا صوم العصافير كما نقول إلى الساعة مم. السابعة أو الثامنة ثم تفطر، وهكذا. نعم. مم. ممتاز جدا. فقلبنا هذا هو الذي يعي كل شيء. إذن الإنسان دام إنه هو انتبه وعرف ما هي هذه الذات التي سيتحكم فيها وسينتبه لها، وهو المهم في هذا الموضوع. للأسف والكثير لا يعرف من هو أو ما مم. هي ذاته. هي الحقيقة يا أستاذة سعدية النقطة حضرتك أشرتي ليها إن الكثير لا يعرف ما هو أو ما هي ذاته أو ماذا يريد أو أي شيء عن نفسه. لما تيجي تسألي حد عن الأمور دي يقولك معرفش. هو أنا لازم أعرف أصلا الوعي بالذات؟ ما الناس كلها عايشة بدون معرفة وعي للذات وبدون معرفة الكلام الكبير اللي انتوا بتتكلموا فيه ده. هل يا أستاذة سعدية أنواع الوعي اللي حضرتك ذكرتيها، سواء الوعي بالقلب أو وعي بنفسي أو الإدراك بمن حولي، هذه الأنواع لابد إنها تكون متوفرة كلها في الشخص، ولا ممكن أنا أكون عندي وعي بنفسي أو بذاتي فقط في جزء معين، أو عندي الوعي القلبي وعلاقتي بالله سبحانه وتعالى هي الأقوى، ولا لازم يجتمع في الأنواع كلها؟
حتى نصل حقيقة الإنسانية المكرمة من عند الله عز وجل لازم يكون فيها هذه كل الأمور. نعم إنه هي شوية فيها صعوبة، ولكن هي هذه اللي أمرنا الله عز وجل فيها، وهذه هي ما طلب منها الإنسان، ما خلق لها. ونأتي كمان لما نتكلم عن الأنواع، كما فصلتي أنت في قولك إنه هو وعي عام ووعي خاص. وعي عام وهو ما أبدو عليه أمام الآخرين، ماذا ينظر الآخرين لي أنا وماذا يروني. لكن الوعي الخاص هو الذي أدركه أنا عن نفسي. أنا أعلم، الناس ترى أنني صالح، ولكن أنا أعلم ما الذي أعمل في هذا الصلاح أو ما هو القصور في هذه الصلاح. احنا لازم نوطد بين الاثنين حتى نكون بصورة كاملة. لازم يرانا الناس كما نحن عليه من الداخل، لأننا نسعى في الأول والأخير إلى إرضاء الله عز وجل، وأن نكون صورة أصلية عن أنفسنا كما أمر الله عز وجل بها. هل الوعي بالذات علشان أظهر صورة معينة عن نفسي للآخرين، ولا ده اللي شيء خاص ليا أنا، ده هيفيدني وهيعود عليا بفوائد مختلفة ومتعددة إن شاء الله نبقى نتكلم عنها لاحقا، ولكن أنا يكون عندي وعي بذاتي وبنفسي علشان أظهر صورة حلوة لنفسي قدام الآخرين؟ هنا كمان سؤال الجميل هذا يؤدي إلى ماذا؟ هل أنا على ذات حقيقية أم ذات مزيفة؟ الذات التي تظهرها للآخرين هل هي كما أنا في الأصل ولا كما يرجو الناس مني؟ الذات تنقسم إلى نعم، الذات تنقسم لثلاثة أقسام: ذات مثالية وذات حقيقية وذات مزيفة. الذات المثالية هي لا نختلف فيها أنها بشكل مبسط هي التي يراها الناس وتتأثر بالمحيط الخارجي، تتأثر بالبيئة وبالانطباعات، تصير كما يريدك الناس. هذه هي الذات المثالية، لأنه والدك يريدك طبيب، والدتك تريدك محتشمة، البيئة التي أنت فيها تمنع الاختلاط، فبذلك أنت صارت هذه ذاتك المثالية لأنك أنت متمثلة بهذا المجتمع الذي فيه. أما الواقعية لا تختلف عنها كثيرا. الواقعية هي نفس هذه المثالية، ولكن فيها فلترة بسيطة لنفسي الداخلية، بحيث أني أنا هل أقبل، لأن بيجي تعارض من الذرية والأبناء. لا يا ماما أنا أبغى ألبس أكشف وجهي مثلا، إحنا بيئة محافظة وتغطي، بتيجي بتقول أنا أبغى أكشف وجهي، هي بتفرض رأيها وفكرتها بعد ما تفلتره. هذه الواقعية اللي أنا أبغى أصيرها وبسويها في هذا الشيء. ولكن الخاصة هي المتفردة، هي اللي ما يستطيع أي أحد أن يتحكم فيها، هي التي ترى الصواب صواب وتفعله ولا تتأثر بمحيطها أو بخارجها. في زمن كثرت فيه الفتن، في زمن كثرت فيه الانفتاح والاختلاط، نرى ناس متمسكة، ما زالت متمسكة بالقيم الإسلامية أو من المبادئ والسلوكيات الصحيحة. دعنا نقول يعني نخرج عن الإسلام حتى لا يقولوا أنا متزمتين أو متدينين، ولكن نجد الإنسان أنا صاحب رأي، صاحب فطرة سليمة، الدين الإسلامي أو فطرتي أنا وخلقي يمنعني من هذا الشيء. وإن كان مثلا انفتح الوالدين وانفتحت البيئة وصار يقولوا ما فيها مشكلة لو جلستي مع ولد عمك، ما فيها مشكلة لو خرجتي وعملتي هذا الشيء. بدأت التساهلات. ليش؟ عشان أنا أبغى بنتي زي الناس، أنا أبغى بنتي زي ما صار، لكن هو صاحب فطرة سوية يأبى وإن كان من أقرب المقربين منه. هذه هي فطرته أو ذاته السوية. إحنا نبغى الآن تطوير الذات السوية، هذه الذات اللي نبغى نشتغل عليها. يعني معنى كده ان بيبقى في بعض الأوقات صراع ما بين ذاتي وفطرتي السوية وما بين ذاتي اللي المجتمع بيفرضها عليا أو اللي أهلي عايزيني أبقى عليها. نعم، صراع دائم بين الذات الحقيقية والذات المزيفة. طب والحل في الصراع ده ايه؟ ومين الكفة اللي بترجح دائما يا أستاذة سعدية في هذا الصراع اللي أعتبره من الصراعات الصعبة جدا النفسية داخل الإنسان؟ نعم، هنا بتكون في بوصلة للذات.
ذاتنا هذه لازم في أشياء بتخليها تتجه لاتجاهات صحيحة. ما هي هذه البوصلة أو كيف تؤثر علينا هذه البوصلة؟ مين هم هذين البوصلة؟ كأربع اتجاهات. بنلاقي الأشياء الأساسية أو الرئيسية في هذه البوصلة هي الوعي والخبرات والتجارب والتطوير والقيم الذاتية والأشخاص ذو الخبرة أو أكبر سنا منه. مم. بمعنى مثلا لو جينا نتكلم عن الدراسة مثلا، خلينا في الدراسة بسبب الأجيال الحاضرة الآن أنا بالظبط. مثلا أبغى مم. أدرس قسم معين في في دراسات معينة في الجامعة، ولكني لا أعلم ما أدرس. هنا جات بوصلة إيش؟ الوعي. طب أنت لا تعلم، ما مم. هو أساس الوعي؟ لازم أنت تعلم حتى تعمل. طب أنت ماذا تعلم عن هذا القسم؟ فيبدأ الاستطلاع والاستكشاف والتعلم على هذا الأمر. أبغى أنتبه لهذا القسم ولهذا القسم ولهذا القسم، أريد أن أعرف عن هذا وهذا وهذا حتى أعي كل قسم منهم. مم. طيب أنا أصلا في الأصل عندي إمكانات وقدرات وعندي خبرات. هذه القدرات والإمكانات والخبرات هل ممكن أطورها؟ مين منهم أنا أحب وأبغاه يستمر؟ هل هذه الخبرات تناسب العلوم أو الأقسام الموجودة في الأقسام هذه اللي أنا أبغاها؟ فحيبدأ يشغل هذه مع هذه، فهذه حتكون هي المؤثرات عنده. طب مم. قيمتي الذاتية أنا إيش؟ أنا كإنسان من بيئة محافظة مسلمة ألتزم بقوانين ديني، لا أستطيع أن أكون في الإعلام كمذيع خارجي مم. مثلا، أو لا مم. أستطيع أن أكون في موسيقية مثلا أو مم. ممثلة من ايوه. ناحية الإعلام هذا. فأنا اه. هذا الإنسان قيمته الذاتية حكمت عليه أني أنا ما أصير كده. أنا أحب الإعلام ولكن لن أكون بهذه الصورة. ايوه. طب اتضحت هو مختلف مم. برضو. نعم أنا شفت قسم الإعلام في الجامعة من بين الأقسام هو المناسب لي، لأن أنا أحب أكتب، أنا أحب أصور، أنا أحب أعمل. طيب مم. قيمتي الذاتية تمنع مني الظهور، أنا لن أظهر أو أنا لا أريد أن أكون أنا المحور، أنا سأكون مم. صاحبة نشر علم ورسالة. طيب أنا إيش أسوي في هذه باقي لنا في البوصلة اتجاه أخير اللي هي أصحاب الخبرة، ذوي الخبرة. ذوي مم. الخبرة حنيجي للي أكبر مننا إن كان أكبر منا علما أو سنا أو خبرة، ونستفسر ونسأل أنت إيش تسوي، إيش رأيك، طب أنا أبغى كده ولا كده، نعمل مين مم. منهم يا أستاذي أو يا أبي. طيب ما قدرت أو أنا في محيطي لا يوجد أستاذ له علم في الإعلام، أذهب لمين؟ أذهب لمجالات تانية، في مجالات نفسية أو استشارية أو الكوتش كمان بيساعدك إيش؟ بيساعدك، مم. بيسألك أسئلة حتى تصل للمكان اللي أنت تبغاه. هو ما حيعمل لك حاجة، هو فقط ينير لك طريقك في نفسك. انت ايش بالظبط. تبغى تسوي مم. حتطلع معاه ايش تبغى تسوي. او حيكون مستشار مباشر، تسأل مم. المستشار طب يا انا اعمل كده، انا ابغى كده لانه في عندي كذا، واعمل مم. كده عندي كذا وعندي كذا، عندي هذه كل الخيارات. انا ممكن اطلع ممثل، اطلع مغني، اطلع مذيع، او اطلع مبرمج. انا ايش اسوي من هذه الخيارات ماني عارفه، هذه كلها عندي امكانات. فحيبدأ بالظبط. معاه يحل الايجابيات والسلبيات في هذا الامر. فدائما ما تكون البوصلة اللي هي الاتجاهات هذه الداعمة ليكي في اختيارك، ولكن برضو تيجي في أشياء معوقة لهذه البوصلة، عوامل مؤثرة فيها. إيش اللي مم. بيأثر فينا يا ترى؟ ليش مم. ذاتي أنا ما بتمشي صح رغم إني أنا عندي خبرة وعندي أهل ذو خبرة كمان أسألهم وعندي وعي، عرفت أنا خلاص أنا فاهمة نفسي إيش تبغى. مم. بنلاقي عوامل مؤثرة. إيش هي؟ الظروف الشخصية والاجتماعية. مم. دائما الإنسان ما تأثر فيه الظروف الاجتماعية، في وكذلك حضرتك ممكن تقصدي ان العوامل اللي بتؤثر على عدم قدرتي على اكتشاف ذاتي صح او الاستمرار على تطوير اكتشاف ذاتي. أيوة نعم. مم. طيب الحقيقة يا أستاذة سعدية احنا مازال معانا محاور كتير مهمة جدا ملحقناش نتكلم فيها، زي مثلا الفوائد اللي هتعود علينا من اكتشاف الذات، العوامل المؤثرة على اكتشاف الذات أو العوامل اللي بتعيق على عدم اكتشاف الذات، وكيف أزيد من وعي الداخلي الذاتي. كتير من المحاور مهمة جدا جدا محتاجين نتكلم فيها مع حضرتك، ولكن انتهى وقت الحلقة اليوم. ولكن بإذن الله هنستكمل
هنستكمل مع حضرتك باقي هذه المحاور والمتبقي منها، ونستفيد من حضرتك ومن علمك ومن خبرتك، ولكن بإذن الله في جزء تاني من الحلقة. بشكرك في النهاية الأستاذة سعدية طاهر سنقور، مستشارة أسرية وتربوية والماستر كوتش، وبإذن الله نستكمل الحوار في حلقة قادمة. وشكر موصول لكل مشاهدين ومتابعين برنامج قوارير. على وعد بإذن الله هنستكمل الجزء الثاني من الحلقة في التطوير والوعي الذاتي، وباقي التساؤلات بإذن الله هنرد عليها في الحلقة القادمة. وإلى أن نلقاكم نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.